وياكم. مثل ما نعرف باقي لنا أقل من أسبوع على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وهذا حدث كبير بالنسبة لمحافظة كركوك، لأن صار لها 18 سنة أو سنوات لم يتم إجراء انتخابات في محافظة كركوك، وتم إجراؤها دورتين في المحافظات الأخرى في العراق، ولكن لم يتم إجراؤها في محافظة كركوك. لذلك نتحدث عن أهمية هذه الانتخابات، وأيضا نتحدث عن برامج تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا مع ضيفتنا الدكتورة دنيا خالد، المرشحة التسلسل 16 قائمة تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا رقم 142. صباح الخير دكتورة. صباح الخير عليكم وصباح الخير على أهالي مدينة كركوك أينما كانوا. أهلا وسهلا بك دكتورة. بداية إذا ممكن تعرفينا عن نفسك وعن برنامج الانتخابي. نعم، أنا المرشحة عن قائمة كركوك ائتلاف كركوك قوتنا وإرادتنا رقم 142، وأنا تسلسلي ضمن القائمة 16. دكتورة دنيا خالد عثمان، أملك شهادة الماجستير في النفط والدبلوم في التجارة العامة، وحاليا طالبة دكتوراه في البيئة، وتقريبا أتحدث 7 لغات، واللغات الرئيسية الموجودة في مدينة كركوك أتحدث بها بطلاقة مثل الكردية والعربية والتركمانية والإنجليزية. وعملت لعدة سنوات في المنظمات المحافظة للبيئة، وإضافة لذلك كنت مديرة علاقات دولية لشركات عدة للتجارات العامة والتجارة الخارجية بين مدينة الصين والعراق. تمام دكتورة، شنو برنامجك كمرشحة، وأيضا شنو برنامج تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا؟ نعم، لابد كل قائمة لديها برنامج انتخابي تسعى من ضمن هذه البرنامج إلى توعية أهالي مدينة كركوك. فسأتحدث بالبداية عن برنامج الانتخابي لقائمتي، وبعدها عن برنامج الانتخابي الخاص بي. تعتبر قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا 142 من القوائم ذات الجمهور الكبير في مدينة كركوك، ومن القوائم القوية، ونأمل بأن تكون نأمل الفوز لها. إضافة لذلك فهي اسم على مسمى، تعتبر قوة وإرادة لجميع أهالي مدينة كركوك بجميع قوائمها وطوائفها وقومياتها. لذلك نلاحظ أن هذه القائمة تعمل جاهدة إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع القوميات، إضافة لذلك الاهتمام بالطاقات الشبابية الموجودة، وذلك لاعتبار الشباب هم المستقبل الآتي. إضافة لذلك الاهتمام بالشباب، وذلك القضاء على قدر الإمكان على البطالة الموجودة، ولديهم برامج للمطالب بحقوق الشباب من الناحية التعليمية والفنية والرياضية، وإضافة لمجالات شتى وعدة، وإضافة إلى الاهتمام بالمرأة، باعتبار المرأة هي نصف المجتمع وهي المكملة للدور الذي يقوم بها الرجل، وإعطائها مناصب سياسية وإدارية، وإضافة الاهتمام بالتعليم، إضافة لديها نقاط عدة، اهتمامه بالمجالات البيئية، اهتمامه بالصناعة والتجارة. تعتبر هذه القائمة من القوائم التي تأمل إلى تغيير مدينة كركوك جذريا من جميع النواحي. وبالنسبة لبرنامج الانتخابي، هي تعتبر جزء من البرنامج الانتخابي للقائمة المرشحة أنا عليها. بنسبة اختصاصي أنا كمختصة في مجال البيئة، هدف الرئيسي هي أأمل وأعمل جاهدا إلى تطبيق الحزام الأخضر حول مدينة كركوك، وذلك كما نلاحظ مدينة كركوك تعاني من واقع بيئي سيء جدا أو سلبي، ولذلك نعمل جاهدين إلى رفع المستوى البيئي لمدينة كركوك بالتشجير وزيادة المتنزهات، وإضافة لذلك وضع معامل التدوير والاستفادة من المخلفات والنفايات الموجودة. إضافة إلى من برامج الانتخابية الأخرى هي رفع المستوى الواقع الصناعي والتجاري لمدينة كركوك، لأن مدينة كركوك تعتبر من المدن التجارية المهمة باعتبارها الذهب الأسود، لأنها مدينة الغاز والنفط، فيجب العمل على الاستفادة من هذه الثروة الموجودة، وإضافة العمل على بناء مصفى
المصفى التي نطالب به لسنوات عدة تعتبر هي من المصافي المهمة ومحددة لها موقعها ولكن قيد التنفيذ، فنأمل إلى تنفيذ هذه المصفى لأنها إضافة لأنها تعتبر مكسب لمدينة كركوك، فهي تسد الأيادي العاملة لأهالي شباب مدينة كركوك، إضافة إلى تعزيز مبدأ المساواة بين جميع القوميات والتعايش السلمي. تمام دكتورة، من خلال برنامجك وبرنامج القائمة، موضوع القطاع الخاص شلون تقدرون تهتمون به؟ يعني احنا نعرف انه من خلال الحكومة المحلية انه يقولون ما نقدر احنا الفئة الموجودة من الخريجين انه نعينهم كلهم. نعم. اذا احنا ممكن نتوجه للقطاع الخاص من خلال مجلس المحافظة، يطلعون قرارات وقوانين يخلون الشركات انه تجي للكركوك ويشتغلون. الى اي مدى تقدرون انتم تهتمون بهذا الموضوع وبالقطاع الخاص، وشنو خططكم لهذا الموضوع؟ نعم. حسب لدي الدبلوم في التجارة العامة وعملت لسنوات عدة في شركات التجارة العامة والتجارة الخارجية في مدينة الصين. أأمل وضمن البرنامج الانتخابي هي الاهتمام بالقطاع الخاص وجلب الشركات الهادفة والشركات الإنتاجية والصناعية إلى مدينة كركوك. مدينة كركوك لا تقل عن باقي المدن وباقي الدول. لماذا لا تكون مدينة تجارية وصناعية يتوجه إليها الناس من غير محافظات ومدن أخرى؟ نأمل هادفين إلى زيادة القطاع الخاص وبرفع الواقع الصناعي والتجاري لمدينة كركوك ضمن برنامجنا الانتخابي. تمام. بالنسبة للبيئة شنو خططك أنه تحسنين من الوضع البيئي في مدينة كركوك؟ نعم. مثل ما قلت يعني الوضع مو زين ويعني أكو هواية مشاكل وحتى يعني تأثرت على صحتنا، شنو برامجك لتحسين هذا الوضع؟ نعم. أشرت إليه سابقا أن مدينة كركوك تعاني من واقع بيئي سيء، وهذا الواقع البيئي السيء يجب العمل عليه بوضع استراتيجيات وبرامج، وذلك من خلال وضع أفكار جديدة. كما نعلم أن مدينة كركوك تحتوي على العديد من المعامل والشركات. هذه المعامل والشركات هي معامل وشركات إنتاجية تدعم القطاع الخاص والقطاع الإنتاجي في مدينة كركوك، ولكن إضافة لذلك تعتبر ملوث من ملوثات البيئة. لذلك نحن نقول إن هنالك مسببات ملوثة للبيئة ويجب الحد منها. فالحد من هذه الملوثات مثلا يوجد معامل كمعمل السمنت الموجودة في مدينة كركوك، فهي أحد ملوثات. فالحد من هذه الظاهرة بإضافة مرشحات إضافية لهذه أو فلاتر جيدة أو فرض غرامات مالية من قبل إدارة مدينة كركوك، وذلك للحد من هذه الظاهرة. فإن الدخان المتصاعد من هذه المعامل تعتبر أحد ملوثات لمدينة كركوك، وخاصة ناحية ليلان، فهم يعانون من العديد من الأمراض المسببة بسبب هذا الدخان المتصاعد. إضافة لذلك شركات مثلا شركة نفط الشمال أيضا تعتبر ترمي بمخلفاتها، فهي تعتبر أيضا نوع من الملوثات للبيئة. فعوادم السيارات يعني يوجد ملوثات عدة، يوجد مثلا المخلفات. أنا أقول يوجد نشاط بشري فيوجد مخلفات، ولكن وضع استراتيجيات للحد من هذه المخلفات. فمثلا لدينا مخلفات تكون أو نفايات تكون نافعة ليست ضارة، يعني بقائها في المكان ليست ضارة، ولكن هنالك مخلفات أو نفايات بقاؤها في مدة زمنية وإهمالها يسبب أو أنها تقوم بنوع من التفاعلات الكيميائية فتكون ضارة بصحة الإنسان. يوجد لدينا نفايات العصر الحديث كأن تكون أجهزة التلفاز أو أجهزة التلفزيون أو الموبايل. مخلفات هذه تعتبر ضارة جدا حاوية على مواد سامة. لذلك هنالك مسببات عدة للتلوث في مدينة كركوك، ولذلك الحد من هذه الظاهرة هي وضع استراتيجيات وجلب معامل الريسايكلينج، الإعادة التدوير، الاستفادة من المخلفات الموجودة في مدينة كركوك والحد من هذه الظاهرة. دكتور، أنت تحدثتي عن سوء الواقع البيئي في كركوك من ناحية قلة الحدائق والمتنزهات، نعم. وأيضا قلة التشجير في تقريبا يعني في كركوك وحوالي كركوك. نعم. أنتم من خلال اختصاصكم وفي ظل إذا كنتم متواجدين في مجلس المحافظة تقدرون تضيفون قرار أنه
هذا القرار أي واحد يبني بيت أنه أنتم تجبرونه أنه يخلي فد مساحة للحديقة داخل البيت حتى يكون ممكن الأشجار تزيد في داخل المدينة. نلاحظ حاليا أنه هواي من البيوت معدومة ما بها حديقة أصلا. نعم. تقدرون أنتم من خلال اختصاصكم ومن خلال المجلس تضيفون هيك قرار؟ نعم. التشجير لها يعني استفادة كثيرة، فهي تكون إضافة لأنها تعتبر تزيين للمدينة، إضافة إنها تعتبر تعطي راحة للدماغ، إضافة إلى أنها تكون مهمة لمدينة كركوك. فبالنسبة لسؤالك لمدينة التشجير، حسب دراسات أجريت كل فرد يحتاج تقريبا إلى 5 أشجار كل فرد. فأين تجد بيت عراقي أو بيت كركوكي إذا مكون من شخص أو 3 أشخاص أمام منزله 10 أشجار؟ هي هذه النسبة التي أجريت عليه أبحاث، يعني تحتاج كل فرد إلى هذا. فهذه النسبة تكون شبه معدومة في مدينة كركوك. فنحن نعمل إلى من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات الغير الحكومية زيادة التشجير والتشجيع على زيادة التشجير في مدينة كركوك، إضافة إلى مساعدة المنظمات. يوجد منظمات أيضا محافظة للبيئة. فنقول لا نستطيع كيدا بيد نستطيع العمل على زيادة تشجير مدينة كركوك، ونضعها إن شاء الله ضمن البرنامج الانتخابي بزيادة التشجير وبمساعدة المؤسسات والمنظمات الحكومية ووضع ميزانيات لهذا التشجير، لأن تشجير تحتاج إلى ميزانيات. فنطالب بوضع ميزانيات جيدة للعمل للحد من هذه الظاهرة وتزيين مدينة كركوك. نعم دكتور، يعني السؤال هنا يكون شنو صلاحية أعضاء مجلس المحافظة أو حدود سلطتهم شنو؟ يعني عندهم صلاحية إنه يعني يعملون بهاي المشروع أو المشاريع أو المواضيع اللي تحدثتي عنها، يعني عندهم سلطة أو عندهم صلاحية إنه يقررون هاي القرارات، لو فقط هم جهة يعني ليست تنفيذية إنما جهة رقابية؟ تكون جهة صلاحية أعضاء مجلس المحافظة تكون جهة رقابية، ولكن لا بد من وجود برامج يطرحها العضو في مجالس المحافظات، وتكون هذه البرامج ضمن تطوير مدينة كركوك من الناحية البيئية والتجارية والصناعية، ونعمل هادفين إلى تطبيق هذه القوانين. دكتورة، من خلال تجولك في كركوك خلال الحملة الانتخابية، كيف تلاحظين أو كيف تشوفين يعني تفاعل الجمهور مع هذه القائمة ومع أعضاء المرشحين من هذه القائمة، ويعني توجههم لصناديق الاقتراع شلون؟ تقريبا من خلال جولاتي أنا تقريبا جولاتي الأكثرية بين الناس، وألاحظ أن إقبال الناس إلى التصويت والتوجه إلى مراكز الاقتراع في يوم 18/12 بكل بهجة وسرور من أهالي مدينة كركوك، وخاصة قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا، لأنها القائمة التي تعمل من اسمها لإرادة وقوة أهالي مدينة كركوك وتطبيق مبدأ المساواة ومبدأ التعايش السلمي بين أهالي مدينة كركوك. لذلك من خلال جولاتي ألاحظ من القوميات والمذاهب والطوائف الأخرى يقولون أنهم يتوجهون إلى مراكز الاقتراع ويدلون بأصواتهم لهذه القائمة ومرشحي قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا. إذن إلى أي مدى هذه الانتخابات، انتخابات مجلس المحافظات، مهمة لمدينة كركوك وحدث كبير لمدينة كركوك؟ نعم، تعتبر مجالس المحافظات هذا الحدث الذي لم يجري أكثر من 16 سنة في مدينة كركوك حدث مهم لجميع قوميات وطوائف مدينة كركوك. لذلك فهي بغياب مجلس المحافظات في مدينة كركوك لابد من بأصواتهم وإدلاء بأصواتهم سوف يغيرون واقع مدينة كركوك من جميع النواحي، وتعتبر يوم تاريخي يشهده مدينة كركوك لأن لم يشهده أكثر من 16 سنة. لذلك ألاحظ أو أنه أطالب بأهل مدينة كركوك هم واعين ومثقفين، أطلب منهم جميعا التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوتهم، وذلك لبناء كركوك أجمل. دكتورة، في حال فوزك ودخولك لمجلس المحافظة
خلال الفترة البداية نلتمس هذه الوعود وهذه المشاريع اللي أنت تتحدثين عنها، لو شنو؟ إن شاء الله إذا حالفني الحظ وكنت أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك، لدي الشرف أن أكون في هذه الموقع. إن شاء الله أنا لم أوعد بوعود كبيرة أو وعود خارج طاقتي، فأنا تحدثت عن برنامج انتخابي، هي برنامج القائمة، والقائمة تدلي ببرنامجها التي تستطيع بإيفاء وعودها، وأنا لم أوفي بوعود كبيرة، وإنما كان برنامج الانتخابي ضمن اختصاصاتي، وأحاول بكل جهودي من تطبيق البرنامج الانتخابي في حال صعودي إلى مجلس المحافظة. أنت تحدثت عن أهم النقاط، موضوع البيئة. نعم. فإحنا نريد أنه نعيش في بيئة نظيفة وجميلة. نعم. وراحة، على من هذا دا أقول لك. نعم صح. نعم. الواقع البيئي هي كما أشرت إليه، إن واقع البيئي في مدينة كركوك شبه معدومة. فأنا إذا في حال صعودي إلى مجلس محافظة كركوك تكون هدف الرئيسي هي التحسين من ناحية الواقع البيئي لمدينة كركوك بجميع نواحيها. تمام دكتورة، يعني أنت شابة، فشنو خططك يعني خدمة الشباب والشابات محافظة كركوك؟ يعني شنو عندك برامج وخطط يعني للتعيين أو تعيينهم على القطاع الخاص أو مساعدتهم في المواضيع الأخرى همين؟ نعم. لدي الشرف أنه أني من الطاقات الشبابية المختارة ضمن قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا. كسبت هذه، لدي الشرف أن أكون ضمن هذه القائمة، وأتمنى من شباب مدينة كركوك التصويت لي بيوم الاقتراع لكي أكون صوتهم في مجلس المحافظة في حال صعودي. ومن خلال زياراتي أو في حملتي الانتخابية وتكلمي ومع الشباب لديهم مشاكل كبيرة، وهذه مشاكلهم إحدى مشاكلهم أنا أعيشها حاليا، لأني بجميع هذه الشهادات واللغات لم أتعين في الجهات الحكومية ضمن مدينتي أو ضمن دولتي. لذلك أنا أعاني نفس مشاكلهم الذين يعانوه، فلذلك أوعدهم بأن أكون صوتهم في مجلس المحافظة، ونحاول بقصارى جهودنا إلى العمل على تشييد المواقع الشبابية من ناحية التعيينات. نعم، أنا لا أقول أنه أستطيع أن أعين جميع أهالي مدينة كركوك، لكن هنالك نسب لجميع القوميات في حال وجود أعضاء جيدين وكفؤين ذات الطاقة في مجلس المحافظة تستطيع المطالبة بالحقوق من خلال النسبة لوضع نسب لجميع القوميات والطوائف الموجودة، إضافة لذلك من تشجيع القطاع الخاص. كما قلت لدي فكرة وعملت في عدة شركات، فلدي الخبرة في الأمور الإدارية وأمور القطاع الخاص. نأمل إلى في حال صعودنا إلى دعم القطاع الخاص وجلب الشركات الأجنبية إلى داخل مدينة كركوك لرفع مستوى واقع أو تقليل من البطالة الموجودة في مدينة كركوك. تمام. نتمنى توفيقك وصعودك إلى المجلس، ولكن مثل ما نعرف باقي 3 أيام إلى الصمت الانتخابي. نعم. يعني قبل الانتخابات في يوم 18/12. نعم. رسالتك لأهالي كركوك ولجمهورك؟ نعم. أطلب من أهالي مدينة كركوك أينما كانوا التوجه إلى مراكز الاقتراع في 18/12، لأنها يوم تاريخي يشهده مدينة كركوك، وإدلاء بصوتهم أن يكونوا إدلاء بصوتهم لقائمة قوتنا وإرادتنا 142، لأنها تعتبر أو إنها اسم على مسمى لقوة وإرادة أهالي مدينة كركوك. إضافة لذلك هي القائمة المهتمة بالشباب وطاقة الشبابية، ومهتمة بالمرأة، ومهتمة بدماء الشهداء وعوائل الشهداء. ولا ننسى أن هذه القائمة هي إحدى من القوائم الكبيرة في مدينة كركوك والمختارة ضمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يرأسه المرحوم مام جلال الطالباني، وأنتم العراقيون وأهل كركوك سميتموه الصمام والأمان. إذا نطلب منكم الإدلاء بأصواتكم لهذه القائمة. وإضافة لذلك إني من مرشحي ضمن هذه القائمة، مرشحة رقم 16. أطلب من أهالي مدينة كركوك الإدلاء بصوتهم للقائمة
وإدلاء بصوتهم للمرشحة دكتورة دنيا خالد رقم تسلسلي 16. شكرا لك وشكرا لتواجدك ويانا دكتور. شكرا دكتورة دنيا خالد المرشحة تسلسل 16 عن قائمة تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا. بالتوفيق. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله احنا نلتقيكم في الأسبوع القادم بعد الانتخابات بيوم، واحنا نحتفل وياكم بفوز قائمة كركوك قوتنا وإرادتنا. نقول لكم توجهوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتكم لمرشحي هذه القائمة. مثل ما قلنا من 1 ل30 كلهم كفؤين وكلهم ذو فائدة لأهالي كركوك، واللي ما ماخذين بطاقاتهم الانتخابية توجهوا للمراكز واخذوا بطاقاتكم حتى احنا وياكم وكل أهالي كركوك نحتفل بتغيير هذا الواقع الآن موجود في كركوك، ويكون إدارة كفؤة، إدارة قريبة من أهالي كركوك، وأهالي كركوك يبقون دائما مرفوعين الرأس ويعيشون بدون أي اختلاف بين قومية وأخرى وبين منطقة وأخرى. نلتقيكم إن شاء الله دائما على الحب والمودة. إلى الحلقة القادمة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.